مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وإلى موجز بأهم الأنباء. أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان أن مرتكب الاعتداء الآثم على الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية هو عبد الله بن حسن بن طالع عسيري، وقد أتى إلى البلاد قادما من اليمن، موضحة أن الاتصال كان يعلن فيه الإرهابي عن رغبته في تسليم نفسه للسلطات السعودية. المجد حصلت على نسخة من التسجيل الصوتي للمكالمة التي جرت بين الأمير والإرهابي الذي نفذ الاعتداء، ولنستمع إليه. الله يبارك فيك. عساك الله الحمد لله. شلون اخوك ابراهيم؟ عساه طيب؟ والله طيب الحمد لله. بشرك ترى الوالد والوالده كلهم طيبين ولا الحمد؟ الحمد لله. لا امورهم زينه وكل شيء زين. نسال الله عز وجل ان يتمم. اللهم امين اللهم امين. الامور ابد ان شاء الله الامور متيسره ما دام الانسان يحط الله بين عيونه الامور تيسر ان شاء الله. وش خبر في ذهنك شيء ودك تسالني اياه؟ والله علمني ايش؟ علمني اقابلك. انا وانا اخوك في جده وانت تقل بعيد شوي محلك. ودي اقابلك حتى ايش؟ نعم. اعطيك الموضوع كامل. طيب. لكن نعم. انت عرفت. نعم. هو اهم شيء الان عندنا ان اول شيء بسالك سؤال بك تجاوبني عليه باطمئنان. ابشر. طمني عن زوجة سعيد وعن الصغار عشان ما جاهم شيء. لا ابدا طيبين والله. هذولا وانا اخوك لهم اهل ولهم كذا، فلا بد تراعونهم قبل كل شيء هذول. بيض الله عليكم. نعم انا انتبه عليهم، تراهم عندي اهم منكم، ترى اقول لك بصراحه. بيض الله عليكم. يا حطها في وجهك كيف اقول لك؟ عندي هذول اهم. ابيك تطمني الحين عنهم قبل كل شيء. عجبنا وضعكم معنا عرفت. والله والشباب يعني حتى مستغربين من تعاملكم. ليه؟ انتوا عيالنا شلون ليش تستغربوا من تعاملكم عرفت؟ هذا واحد. بيض الله عليكم. نعم مع رسول. ترى الاشرار يقول يستغلونكم في كل امر. بيض الله عليكم. حطوا الله بس بين عيونكم وتعالوا ديروا. وهذا رمضان باذن الله رمضان خير. امين امين ان شاء الله دايم. والله ان شاء الله اسال الله ان يكفينا الشر، وان رمضان هذا رمضان خير باذن الله عز وجل. امين امين. ومتفائلين والله ان رمضان هذا ان يكون نقله بحول الله. اول نقله وانا اخوك انك تقر عين اهلك فيه، هذا اول شيء. اثنين انا والله ما متسبب عليك. اثنين ودي انا المرأة دي وعيالها يجون سالمين وهمين، لان النساء عندنا اولوية قبل كل شيء. صدقت والله. انا والله اقول لك لو يخيروني الحين بينكم كلكم ولا هم، قلت لا والله انتوا اقعدوا خلوها تجي. والله لو تشوف كيف بنت صغيرة. نعم. وكيف يوسف. نعم. يعني نسأل الله ان يكملها ان شاء الله يجون تقر عين اهلهم فيهم، وهي المرأة تجي عند والدها وعند اسرتها. نعم. فالهمام ما عاد عندك الحين الا الهمام، تعلم اخوانك اللي يجون قبل ما يستغلونهم الاشرار بدون ادنى شيء. احنا نحن في الله الحمد لله. وان الامور باذن الله انها تتم بتيسير. ابشرك الامور زينه، وانا يهمني اهم شيء عندي انك ان شاء الله تقر عين والدتك فيك ووالدك، هذول بعد ما لهم ذنب باذن الله. ووالدتك ووالدك يتجلدون قدام الناس، ما يقول ما يبون يشعرون احد انهم متاثرين، لكن من جوا تعرف قلب الوالد. تكلمتهم؟ والله كان اسال عنهم كلموا اتصال والله يفضلون فيها يا اخوي. الله يبارك. انا كان ودي ادق عليهم. يدق عليهم بس اذا كان اكيد كلمهم، اذا كان ما ياثر عليك انهم يحسون عند احد. لا هذا شيء ثاني. ودي اكلم انا واخوي ابراهيم مره واحده. احسن تدور وراه، لاني اذا اتكلمت الحالي يمكن يخافون. لو تكلم الوالد لا يمكن يكون ما شاء الله عليه متفاهم، لكن والدك لو تكلمها واخوك ما كلمها بتحقق في شيء. والله انا ودي اقابلك ان شاء الله. انا ودي اصحك الوضع كامل. ابد حياك الله. هذا لك مني لو جيت قاعد انا وياك كل منا يعطي اللي عنده رصيده، لكن اهم شيء الجماعه لا يبطون، ترى ما ادري وش الاوضاع عندهم. الجماعه ايه قال ابو الشيخ سعيد عجب، قال نفسك قابل الأمير وتكلم، لأن بعض الشباب متخوف شوي. وش متخوفين؟ ما أدري بعضهم يعني متخوف كذا. ما معليش محقين، لكن أنتم ما سألتوا عن محمد. محمد لا طيب وبخير وبيته الحمد لله. لا خبر أنا الحمد لله بعدين خبرت كثير. قال يتكلم من يريد نفسه. نعم. ويكلم الشباب وبإذن الله يعني يعطيهم وجهه. ترى إلى الحين
ويعني لو في حق خاصة بعلمك ان امورنا كلنا نتبع الشريعة وقد نكون نقصر بعض الامور لكن عن غير قصد وما في احد كامل. ما في احد كامل. نعم خلنا نكون صادقين معك. لكن لو الانسان قاتل له في حق خاص ما اقدر اوعد فيه هل الحق الخاص يتنازلون. اي والله. لكن الحمد لله اللي اعرف الان انكم ما عندكم حقوق خاصة على احد. اذا قدرت ترسل باسرع وقت طائرة او اي شيء. نعم. بحيث ان اكلم انا الشباب من عندك. نعم. يعني اذا كلمتهم من عندك باذن الله عز وجل خلاص بيطمئنون. اللي ودك انت اللي تقيم هالوضع. ان كان الوضع ينتظر ان كان الوضع يقدر ينتظر الى يوم فانا بجيك الطياره وتجي الله يحييك. وان كان لا ما ينتظر لا والله الحمام على اخوانك وخلهم يجون. طيب خليني اكلم تامر. كلم وشوف وشاور من اخوك بس اهم شيء لا تكلم الوالده لين يصير ابراهيم عندك. ابشر وتكفى انك تسامحنا. الحمد لله تكفى انك تسامحنا والله انها يعني ما كانت لا تنخاني ربي اني اسامحك. انت ولدنا وابرك شعب المسلمين خشبكم تعودون لا. كان هذا تسجيلا للمحادثة التي دارت بين الأمير محمد بن نايف والمنتحر عبد الله بن حسن عسيري